بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فرصة تاريخية غير مسبوقة بهذه الكتلة البرلمانية الواسعة. إذا لم نستغلها الآن لا يمكن أن نستغلها في أي وقت آخر. النظام الانتخابي يجب أن يعدل في هذا الفصل التشريعي. الانتخابات القائمة يجب أن لا تكون وفق الصوت الواحد، هذه قضية يجب أن تكون محسومة. أنا مع أي نظام انتخابي يرفع رقم النجاح. كلما رفعنا رقم النجاح كلما ضمننا جودة في المخرجات أكثر. نعم نفتخر بمخرجات الصوت الواحد الأخيرة، ولكن هذا ليس بمضمون على المستقبل. هذه حالة استثنائية. عندنا صار وعي اصطفاف شعبي متكامل لأسباب ودواعي وقتية. يستمر ما يستمر العلم عند رب العالمين، ولكن احنا ما نجتهد ولا نراهن على ظروف. احنا عندنا مبادئ، عندنا مشروع بلد يا جماعة. اليوم إذا نبي نسوي حساب المستقبل عندنا تحديات كبيرة، سواء على المستوى الداخل، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. العالم قاعد يتغير بشكل وتيرة متسارعة كبيرة جدا. إذا لم نهيئ الظروف الآن، إذا لم نكن على قدر المسؤولية بأن نؤسس بلد واعد مستدام في مدخوله، في تنشئته الاجتماعية، في قدرته على التحدي أمام كل هذه المشاكل الكبيرة اللي جايتنا، ما فينا خير. ولا نقعد مثل العم رياض بعد 60 سنة نستذكر بخير هذه المرحلة. احنا ودنا أجيالنا تذكرنا بالخير، إن قدمنا شيء مفيد للبلد، وهذه فرصة لنا جميعا وخاصة النواب الحاليين. نعم احنا كل الدعم والتأييد والمؤازرة نبي ناخذها من الشعب الكويتي، هو صمام الأمان وهو قوتنا بعد الله سبحانه وتعالى أن نقر مثل هذه التشريعات الإصلاحية. اليوم في تاريخ الكويت السياسي لم تعد مناسبة وتوقيت مناسب أن نفرض الإرادة الشعبية. احنا 3 انتخابات متتالية يا جماعة راهنا على الإرادة الشعبية وتماسك الإرادة الشعبية، وهذا ما استمر خلال 3 سنوات. يجب أن نستثمر فيها بشكل حقيقي. قضية القوائم النسبية، أنا بالنسبة لي أنا قدمت مجموعة من المقترحات على مدى سنوات طويلة من تشرفي بمجلس الأمة من 96، كلها كانت لصالح زيادة رقم النجاح لأن نضمن جودة المخرجات. تقدمت مع أخواني زملائي في المجالس السابقة بالصوت الواحد، بالصوت الحر، الآن القوائم النسبية. هذا النهج اللي يجب أن نتبعه. نعم ما في قانون مثالي، ما في قانون هو يكون الأفضل، هذه اجتهادات بناء على الواقع اللي موجود عندنا. قضية نراهن ونهذب السلوك الانتخابي على المستوى الشعبي هذه وظيفة الجميع، ولكن في ظل غياب كل عناصر تشجيع ودعم وإنجاح هذا المشروع الشعبي غير متوفر الآن، يبقى الخيار الوحيد عندنا أن يكون هناك نظام فعلا الناس تكيف نفسها عليه. أنا وفق دراسة علمية ومقدم في مؤتمر عالمي رصدت النظام الانتخابي الكويتي من سنة 63 إلى سنة 2000. دائما بعد كل دورة الناس تتكيف مع الواقع الجديد وتعزز هذه الفكرة. وأفضل مثال على ذلك ال5 دوائر 4 أصوات، مخرجات 2012 تختلف عن مخرجات 2008 وكانت هي الأفضل. الصوت الواحد مخرجات 2023 أفضل من 22 و22 أفضل من 20 و20 أفضل من 2016. ولكن علينا أن نقدم ما هو الأفضل حتى نتيجته تكون أفضل وتكون نهج مستمر مع الأيام. فلذلك أنا أحيي شجاعة الإخوان في اللجنة التشريعية سواء في تبني هذا المقترح وكذلك إشراك المجتمع المدني وإشراك الشعب الكويتي في هذا المقترح. أتمنى فعلا أن تستمر هذه الوتيرة. نتقيد بالمواعيد الزمنية، عندنا استحقاق الخارطة التشريعية، وهذه الخارطة التشريعية حطت ضمن أولوياتها قضية النظام الانتخابي. وأنا واثق بأن
مهما يقال عن الملاحظات في القوائم النسبية، مهما يحاول أنه يصير في مقارنة بينه وبين النظم الأخرى، مع احترامي وتقديري لكل الاجتهادات وكلها محل احترام، ولكن التصويت هو اللي يحسم الموضوع. الحكومة يجب أن تحترم الإرادة الشعبية ويجب أن تحترم إخراجات الانتخابات. وأنا قلتها في اللجنة التنسيقية، إذا حكومة لا تحترم إرادة 48 نائب مدعومين من الإرادة الشعبية، شنو شعارات العهد الجديد؟ شنو شعارات إصلاح المسار؟ هذا أحد تطبيقاته وأحد تحدياته. يعني بعد وين يجيب أكثر من 48 نائب يعني ويمشون ويحطون خارطة طريق وينسقون مع الحكومة ويراعون أولويات الناس أكثر من كذي على المجلس؟ شو يسوي؟ وكل المشاريع اللي مطروحة مشاريع إصلاحية، سواء كان في الجانب التنموي حتى الجانب المعيشي، احنا رابطينه والإخوان يدرون في جوانب انها تكون فعلا تخلق لنا استقرار، فلها الثمن مالها ما هو قضية شراء رضا الناس، الثمن هو شراء الاستقرار السياسي واستحقاق شعبي موجود. ما بدخل في هذه التفاصيل، ولكن أنا أقول نمشي على القوائم النسبية، نعم تأخذ حقها بالنقاش، ولا تترك الاقتراحات الثانية أيضا تناقش، ولكن إذا وصلنا إلى اتفاق بأن القوائم النسبية هي أفضل خيار للمرحلة الحالية، لا نتردد يا أخوان، لا نتردد يا الشعب الكويتي أن نضع هذا المسار هو المسار المستقبلي إن شاء الله. وإذا في أي نوع من الملاحظات أو الهفوات إن شاء الله، هو النظام الديمقراطي هو يعدل نفسه ويصلح نفسه ويطور نفسه. فإذا قدر الشعب الكويتي يصلح نظام إرادة فردية تعيسة كانت في مخرجاتها في فلسفتها، فما بالك بنظام على الأقل يولد في مشروع حيوي وفي مشروع نضج وفي مشروع إصلاح سياسي حقيقي. فبالتأكيد يعني الملاحظات والتجربة العملية راح تثريها أكثر وأكثر من أي مشروع آخر. شكرا.